قلنا إن البرمجة هي عبارة عن أوامر. أنت شوية تعليمات، شوية أوامر أنت بتقولهم للكمبيوتر أو بتقولهم لأي حد، وهو يعمل لك الحاجة اللي أنت بتقولهم له ده. طب يعني إيه يا باشمهندس الحاجات دي؟ يعني دلوقتي أنا كعمر عايز إن أنا أروح أي مكان، هعمل إيه؟ هصحى من النوم، هلبس، هطلع أتحرك من مكان لمكان. فكده بالنسبة لي أنا برمجت عقلي إن أنا أروح من نقطة ألف لنقطة ب، وبعد كده امشي من نقطه ب لنقطه ج، نقطه د، نقطه ح، نقطه واو. فده كله ان انا بلف، ان انا بروح، ان انا باجي، ان انا بعمل كذا، ان انا بعمل كذا. فدي كلها عباره عن ان انا برمجت عقلي او برمجت العقل اللاواعي بتاعي ان هو يعمل 1 2 3 4. دلوقتي انا عندي كعمر عشان افتح المايك ده او افتح الكاميرا دي اتكلم، ايه اللي بيحصل؟ بعمل شويه حاجات. اول حاجه بتشيك الصوت، هل الصوت واضح ولا لا؟ هل الكاميرا شغاله ولا لا؟ هل في نت اصلا عشان افتح الميتنج؟ هل في كهرباء عشان افتح السكرين دي او الشاشه دي؟ هل الدنيا متظبطه تمام؟ هل اديت وقت للناس؟ هل اديت كذا؟ هل اديت كذا؟ فدي كلها شويه تعليمات، شويه اوامر واحده واحده اتاكد عليها، لان عندنا مشكله كبيره. المشكله الكبيره دي ايه؟ ان انا افتح ميتنج مثلا، او ان انا افتح السيشن معاكم ده، او ارفع الفيديو على اليوتيوب. فدي مشكله بالنسبه لي. المشكله بالنسبه لي دلوقتي ازاي احلها؟ ان انا اعمل شويه خطوات صغيره واحده واحده مع بعض كده، ان انا افكر. هعمل اول حاجه ان انا هتشيك هل في نت ولا لا. زي ما قلت لك، هل هتشيك ان في كهرباء عشان افتح الشاشه ولا لا. شويه خطوات ان انا ببرمج عقلي، ببرمج الدنيا بتاعتي، ببرمج نفسي. هل هعمل الحاجه دي ولا مش هعمل الحاجه دي؟ دي اول حاجه. البرمجه عباره عن ايه؟ مش كتابه كود. انت مش شخص بروجرامينج، مش شخص كودر، انت شخص بروجرامينج. يعني ايه؟ يعني طريقه تفكير، يعني طريقه حل. ان انا بحل مشكله معينه، انا عندي مشكله وليكن مشكله رقم ايه، فحلها مش الحل الفلاني. الحل الفلاني ده بقى فيه 50,000 حل اللي انا بمشي فيهم. فبكل بساطه ان البرمجه عباره عن ايه؟ انها اوامر. يعني مثلا الكمبيوتر ده متكون من ايه؟ من شويه ترانزستور. الترانزستور يعني ايه يا عمر؟ عشان مش فاهم يعني ايه ترانزستور، يعني ايه لمبه. لمبه بتقيد ولمبه بتطفي. يا الله، اللمبه بتقيد واللمبه بتطفي. فشويه اوامر انت بتديهم للكمبيوتر، تقول له اعمل واحد او اعمل اثنين، اعمل ثلاثه او اعمل اربعه، اعمل خمسه او اعمل سته. فهو يعمل لك حاجه يا اما تمام يا اما لا. فالكمبيوتر متكون من ملايين الترانزستور، ملايين، مليارات الترانزستور. الترانزستور ده عباره عن ايه؟ شويه مفاتيح. المفتاح ده بيعمل ايه؟ بيقيد لك اللمبه ويطفي لك اللمبه. بمعنى صح ان انا عندي دلوقتي السكرين دي عباره عن ايه؟ السكرين دي عباره عن شويه لمبات، شويه لمبات زي ده بالظبط اللي هي بتقيد وبتطفي. فبكل بساطه لو في كسر في الشاشه مثلا او حاجه، فاللمبات دي هتكون بايظه. اللمبات اللي هي هنا واللمبات التانيه شغاله. انا عندي مثلا دلوقتي انا مشغل الباوربوينت ده، فاللمبات بتاع الباوربوينت شغاله، واللمبات بتاع الانستجرام او الفيسبوك او كروم هي مطفيه، عشان انا اوريدي دلوقتي بشتغل الحاجات دي. فده بكل بساطه البرمجه، ان انا ببرمج اي حاجه ان هي تعمل اي حاجه. اي حاجه في الكون هي برمجه. يعني مثلا الاضاءه، الاضاءه دي فهي متبرمجه ان انا اضغط على الزرار تقيد، اضغط على الزرار تاني ان هي تقفل. فهي متبرمجه على كده. دي حاجه. تاني حاجه ان الكورس ده، أنا عندي هنا كرسي، عندي هنا لاب. اللاب متبرمج ان هو مجرد ما تفتح بتضغط على زرار الباور اللي هو الزرار اللي بتفتح منه الكمبيوتر او اللابتوب، فهو بيقيد بينور. ليه؟ عشان هو متبرمج على كده. فالبرمجه مش كتابه كود. البرمجه مش كتابه كود، برمجه انك بتعمل مشكله وتلاقي لها حل. فانت راجل حلال مشاكل بمعنى اصح. انت بتحل اي مشكله بتظهر لك، اي مشكله بتحصل فانت بتحلها. ده كده بكل بساطه البرمجه. هي البرمجه عباره عن ايه؟ عباره عن شويه اوامر انت بتديهم لاي حاجه ان هم عشان تحل لك اي مشكله. شويه اوامر بتديهم لاي حاجه عشان تحل لك اي مشكله. دلوقتي انا عايز اروح اشتري القلم ده او السبوره او البورده دي. البورده دي مثلا بروح عند الراجل بديله فلوس واجيب اجيب السبوره دي او القلم ده. ليه كده؟ علشان دي مشكله، فانا لقيت لها حل ان انا اروح ادي واجيب، ادي واجيب، وهكذا. تمام. ده البرمجه بكل بساطه. هنخش هنعمل ايه في المنهج بتاعنا. اول حاجه المنهج بتاعنا. المنهج بتاعنا عباره عن شويه دروس، 5 وحدات، كتانية ثانوي واولى ثانوي لسه. فالموضوع ابسط ما يكن، الموضوع سهل، مش مجرد ماده انت تحفظها وتروح تكتبها في الامتحان. هتعمل كده مش هتقفل، لان في 50% او اكتر من 50% فهم. عشان تعرف تجيب الحاجه، لان زي ما قالوا 50% مقالي و50% ام سي كيو وحاجات من دي.
فالمقال ده انت لازم تحفظه. هتحفظ، يعني انت كده هتحفظ، بس في الاخر خالص اهم حاجه حاليا انك تفهم يعني ايه البرمجه ده هتفيدني في ايه في المستقبل. والله انت ما دخلتش اصلا حاجات تبع الكمبيوتر خالص، ودخلت المجال العلمي، مجال فنون، مجال اي حاجه، هي هتنور لك تفكيرك. لان البرمجه انت راجل بتحل اي مشكله، فاي مشكله بالنسبه لك او اي مشكله بتحصل لك فانت بتلاقي لها طريقه حل معينه. فدي عباره عن البرمجه، مش مجرد ماده دراسيه بتروح تحفظها وترميها في الامتحان. مفيش قاموس كده، مفيش ديكشنري انه يقول لك مثلا تعالى اقول لك الفاريبل يعني متغير، الاف يعني لو، كونديشن يعني شرطيه. مفيش الكلام ده، لا خالص، نسيبنا من العبث ده او الهبل ده. نركز في ايه؟ بمعنى اصح نركز في الفهم. انا عارف اف الشرطيه يعني اف كونديشن. طب يا عمر يعني ايه اف كونديشن؟ بتعمل ايه اصلا دي؟ هقول لك بعدين ان شاء الله في السيشنز الجايه، بس اهم حاجه دلوقتي ان انت تاخد المصطلحات من هنا وتركزها وتركز عليها وتدوس فيها وتفهمها واحده واحده. ما تمشيش اي حاجه غير لما تسالني يا باشمهندس، طب تمام يا باشمهندس بعد اذنك كذا، يا باشمهندس كذا، يا باشمهندس كذا. تمام. تمام، ما تعديش اي نقطه غير لما تكون فاهمها. ده شغلك انت كبروجرامي. لو رحت اي شركه ان شاء الله، اما ربنا يسهل الحال يعني وتاخد تدخل اي شركه، هتلاقي ان الدنيا معاك زي الفل. انت طالما انت عندك وعي وعندك قابليه انك تحل اي مشكله بالنسبه لك، فانت كده هتكون مطلوب في الشركه. في اصلا مهاره اسمها بروبلم سولفنج لوحدها، فاللي هو حل مشكلات. فانك تحل مشكلات دي اصلا دي مهاره لوحدها. فبعد اذنك اي حاجه ما تفهمهاش تسالني، تبعت لي على الواتساب يا باشمهندس عايزك تشرح لي الحته الفلانيه، اعمل لي كذا اعمل لي كذا. فالماده بتاعتنا مش ماده حفظ، مش ماده انت هتجيب فيها 100 درجه وخلاص. لا، هي طريقه تفكير. انا عشان افكر بعمل اي حاجه في الحياه لازم يكون معايا مشكله معينه وحلها. انا عايز اروح في اي مكان، فدي مشكله وطريقه الحل ان انت بتتجهز انك تروح المكان ده. بتلبس، بتقوم من النوم، بتعمل كذا، تظبط له مواعيد. زي ميعاد السيشن ده مثلا، انا مظبط ميعاد السيشن ده وميعاد السيشن الثانيه الساعه 7. فانا مظبط الوقت ده ليه؟ عشان عندي مشكله، عشان ما اتحطش في لوب ان انا دخلت التو سيشن مع بعض. فاهمني؟ فدي بالنسبه لي مشكله، فانا عشان لازم احلها. احلها ازاي؟ ان انا ارتب لها واخطط لها واحده واحده. فالتخطيط ده والترتيب ده هو ده الكونسيبت اصلا بتاع البرمجه. ان انت بتنفذ الحاجه او بتخطط للحاجه وبعد كده تروح تنفذها. تمام. قلنا البرمجه مش ماده دراسيه ان انت تروح تكتب ال 100 درجه، هي تفيدك في حياتك ان شاء الله بعد كده، لان البرمجه هي داخله في كل حاجه في الحياه. واقول لك على مدار السيشن دي ان شاء الله اكتر واكتر، وهتتشرح اكتر واكتر. لحد دلوقتي الصوت واضح والدنيا واضحه والناس تمام. الناس تقل الرساله اللي تعمل لايك كده وخلاص. لو سامعين يعني تمام. الو، الدنيا تمام؟ خلاص تمام. هنخش على اللي بعده. قلنا بعد كده الفصل ده هنعمل فيه ايه؟ الشابتر ده كله هنعمل فيه ايه؟ اول حاجه هنفهم يعني ايه برمجه، او الكونسيبت بتاع البرمجه اللي انا عمال اهري فيه بقى لي ساعه. بعد ما تخلص تفهمه، هقول لك يعني ايه كمبيوتر، الكمبيوتر بيفهمنا ازاي، بنعمل ايه، بنسوي ايه، وازاي اصلا الكمبيوتر بيفهم الكلام اللي انا بقوله. في مسج بعتت، في حد عايز يدخل؟ تمام. اقفل المايك طيب، انا سامعك كده. زي الفل. تمام لحد دلوقتي. هنرجع تاني لمرجوعنا ان احنا الفصل ده هنعمل ايه؟ هفهمك يعني ايه برمجه بالفلاح خالص، بالتبسيط خالص. وبعد كده ان شاء الله هندخل في ان انا اقول لك الكمبيوتر ده بيفهمنا ازاي، وايه هو المترجم بتاع الكمبيوتر والكلام ده. وبعد كده ان شاء الله هنتعرف على لغات البرمجه. هقول لك ان في لغه اسمها سي بلس بلس، في لغه اسمها كذا، في لغه اسمها جافا سكريبت، في لغه اسمها بايثون، كاسماء بس. انت مش مطالب منك انت ان انت تحفظ كل لغه تعمل ايه. مش مطالب منك انك تجيب مثلا جمله الطباعه. فانا هكتب بقى كده في الورقه عندي او في الكشكول جمله الطباعه في لغه بايثون برنت، جمله الطباعه في لغه بايثون في لغه سي بلس بلس اللي هي سي اوت، جمله الطباعه في لغه جافا سكريبت كونسول دوت لوج، جمله الطباعه في كذا كذا هي كذا. لا انا مش عايز منك خالص الحاجات دي. انا عايزك انك تفهم بكل بساطه هي عباره عن ايه. لغه تمام ماشي مفيش مشكله. هقولها لك زي ايه مثلا كلمه
اي كلمه في الانجليزي، يعني كلمه يساعد يعني هيلب مثلا، فواحد بيساعد حد، يعني كلمه هيلب بالانجليزي، انا كلمه يساعد بالعربي معناها هيلب بالانجليزي. ففي بالايطالي، في بالاسباني، في بالاغريقي، في بالكذا، في بالكذا، في كل اللغات العالم. فهي كلمه واحده ليها 50,000 معنى. فهل انا مطالب مني ان انا اعرف كل المعاني دي؟ لا، نفس الحوار الكمبيوتر بالظبط، هو ما يعرفش اللغات دي كلها، هو يعرف اللغه بتاعته بس. فلغات البرمجه كلها هي ما هي الا شويه كلمات، شويه آه مش عايز اقول لك سينتاكس، هي شويه حاجات كده متفصله للغه دي، حاجات تانية متفصله للغه دي، حاجات تالتة متفصله للغه دي. فكل لغه ليها حاجتها مع نفسها، زي اللغه العربيه ليها حروفها، ليها افعالها، ليها مصادرها. اللغه الانجليزيه نفس الحوار، ليها حروفها، ليها افعالها، ليها كل حاجه. فاهم لحد هنا؟ فاهم لحد هنا. فانت مش طالب منك انك تعرف كل لغات البرمجه، انت تعرف الكونسبت بس. انت عندك الفاريبل هو موجود في البايثون، موجود في كذا، موجود في كذا، موجود في كذا، باختلاف طريقه الكتابه بس. طريقه الكتابه هي اللي بتختلف، انما ككونسبت موجود انت فاهمه بس وكده. ان شاء الله بعد كده لما تيجي تتخصص تختار بقى لغه معينه على حسب التخصص بتاعك وتدوس فيها. ماشي؟ ماشي. نخش على اللي بعده. اول حاجه بيقول لك انت اول ما صحيت من النوم، انا راجل دلوقتي عايز اروح القاهره، عايز اخرج في وسط البلد مثلا، فهعمل ايه؟ اول حاجه قبل ما انام ان شاء الله اروح جاي مظبط المنبه بتاعي. فالمنبه ده هو تطبيق موجود على الاوبريتنج سيستم بتاع الموبايل، على نظام التشغيل بتاع الموبايل، هو تطبيق كل الموبايلات فيها المنبه ده. ممكن انت تنزل ابلكيشن اسمه منبه مع اي حاجه، مفيش مشكله سواء انت اندرويد او ايفون. فالمنبه هو تطبيق، التطبيق ده عباره عن ايه؟ هو متبرمج من اول ما يعني أنا عشان اصحى اصلا استخدمت تطبيق عشان يصحيني. دي اول حاجه. بعد كده دخلت، خدت شاور، ظبطت دنيتي، كلت، ظبطت الدنيا، وانا باكل عايز اضيع وقت، عايز اسمع حاجه وانا باكل، ففتحت اليوتيوب. اليوتيوب ده هو عباره عن ايه؟ ما هو الا برنامج برضه. في بروجرامر او في شركه اسمها يوتيوب عملت لنا البرنامج ده. خلصت ده، زهقت من اليوتيوب، قمت عشان اطلع اروح الموقف، انا ما اعرفش طريق الموقف، فاستخدمت شات جي بي تي، استخدمت شات جي بي تي. قلت له والله انا عايز اروح الموقف ازاي، او ايه المواقف اللي موجوده في المنطقه بتاعتي اسهل، او ازاي اروح القاهره من منشيه سلطان مثلا او من شبين. فيقول لي روح اركب الموقف وروح. دي حاجه. عشان اصلا اروح الموقف ده فاستخدم تطبيق عاشر اسمه جي بي اس مثلا، فعشان يوصلني لحد الموقف. تمام. وانا في المواصلات قاعد بسكرول على التيك توك، على الانستجرام، على الفيس، على اكس، على اي حاجه. فانت استخدمت يجي ثلاث اربع تطبيقات كمان اهو. جيت تكلم حد صاحبك فيديو كول، تكلمه تكست، فكلمته على واتساب، فده كمان تطبيق. فانا لحد دلوقتي ولسه ما رحتش اصلا المكان اللي انا عايزه، استخدمت في اليوم بتاعي حوالي اكتر من 10 تطبيقات. رحت هناك دخلت اشوف المنيو، فجاب لك كيو ار، وبصيت على المنيو كده، فاستخدمت برنامج اسمه السكانر، متبرمج وموجود عندك على الموبايل لوحده بيلت ان كده، او هو نازل على الموبايل، فاخدت السكانر عشان تجيب المنيو بتاعك. فدي برضه حاجه مختلفه عن اللي قبل كده. لا، وصل لك الفكره؟ فمن اول ما تصحى من النوم لحد ما بتيجي تنام، هو انت شغال بس على كل حاجه حواليك متبرمجه. عندك اشاره المرور وانت ماشي، هتلاقي ان في بتاع بتنزل وبتطلع، في اشاره مرور معاك موجوده، فدي متبرمجه ان هي بعد 30 ثانيه انها تقيد اخضر، بعد 30 ثانيه انها تقيد اصفر، بعد 30 ثانيه انها تقيد احمر، وهكذا. فكل حاجه متبرمجه انها تعمل حاجه معينه. فالبرمجه في كل حاجه في الحياه عموما، في كل حاجه في الدنيا كتطبيقات، من اول ما تصحى من النوم لحد ما بتنام. فاحنا مش ما نقدرش نستغنى عن الابلكيشنز، ما نقدرش نستغنى عن اي حاجه متبرمجه. عندك النجفه اللي بتشتغل بالبلوتوث دي متبرمجه ان انت مجرد ما تلقط البلوتوث بتاعك تشغل لك اغاني، تشغل لك قران، تشغل لك اللي انت عايزه. عندك نفس الحوار الثلاجه، عندك الغساله، عندك كل حاجه حرفيا فيها دلوقتي اي اي او فيها برمجه عموما. البرمجه الاي اي هو حاجه بتبرمجها عشان يبقى الاي اي ذكاء اصطناعي، ولسه هنعرف ان شاء الله في الوحده الرابعه والخامسه القصه دي كلها بالتفصيل. فمن اول ما تصحى لحد ما بتنام، سواء بقى استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي كلها اللي هو السوشيال ميديا كلها، استخدمت الطقس، استخدمت المنبه بتاعك، استخدمت اي حاجه، استخدمت جوجل ماب، استخدمت الجي بي اس عشان توصل لمكان معين، اي حاجه موجوده هي ما هي الا متبرمجه، حاجه متبرمجه. الغساله
يقول لك البروجرام بتاع الغساله متبرمج ان هو اللفه بتاعته مثلا تبقى 90 دقيقه، متبرمج ان هي اللفه تبقى ساعتين، اللفه تبقى كذا. فدي برضه متبرمجه، هي معروفه يعني بقى دلوقتي لفظ مصطلح البرمجه بقى موجود معانا في كل حاجه. فانت ما ينفعش تكون في ثانيه ثانوي ولا ثانوي ما تعرفش يعني ايه برمجه لحد دلوقتي. فحاليا انت عرفت هو يعني ايه برمجه ويعني ايه كذا ويعني ايه كذا، فان شاء الله الدنيا تمام معاك. تمام، الصوت واضح والدنيا تمام لحد هنا مفهومه. هنخش على اللي بعده. ازيك يا يوسف عامل ايه؟ دي تكمله يعني دي بتاع امبارح، هنعيدها دلوقتي. وكده كده هي متسجله وهتتحط على اليوتيوب ان شاء الله. فالجزء اللي انت ضاع منك كده كده هيكون موجود على اليوتيوب، فانت هتشوفه ان شاء الله. تمام؟ تمام. خلاص زي الفل يا عم. قلنا عباره عن ايه السيشن دي كلها؟ قلنا ان احنا من اول ما بنصحى من النوم لحد ما بننام بنستخدم برامج كتير زي ما احنا قلنا امبارح. فبرامج زي ايه مثلا؟ زي واتساب، زي سوشيال ميديا، زي جوجل ماب، البرنامج بتاع الطقس بتاعك انت بتشوف درجه الحراره كام النهارده، البرنامج اللي بيظهر لك الساعه دلوقتي 5 ونص، 6 ونص، 7 ونص كده. قلنا ان البرمجه هي عباره عن مش مجرد ماده، هي حاجات هتفيدك في الحياه عموما كلها. تفيدك في الحياه كطريقه تفكير، كعقليه، ككل حاجه حرفيا. فاي حاجه في الحياه هي عباره عن مشكله واحنا بنلاقي لها حل. اي حاجه مهما كانت هي ايه، الستاره دي عشان اقفلها وافتحها فهي مشكله، الخطوه الاولى ان انا افتحها، الخطوه الثالثه ان انا اقفلها. فاهمني؟ فاي حاجه في الحياه عباره عن مشكله. تمام يا عم يوسف؟ تمام. وان شاء الله البرمجه تتاخد بعد كده في اي مسار بقى انت هتخشه كطريقه تفكير هتفيدك. قلنا ان احنا هنعمل ايه هنا ان شاء الله. قلنا هنعمل ايه ان شاء الله في السيشن دي؟ هنفهم يعني ايه برمجه، الكمبيوتر بيفهمنا ازاي، وازاي بنتكلم مع الكمبيوتر. وثالث حاجه لغات البرمجه المعروفه اللي هو سي بلس بلس، جافا سكريبت، سي اس اس عباره عن ايه. قلنا ان المطلوب منك ان انت ما تحفظش كل لغه برمجه عباره عن ايه، تعرف بس المصطلح او الفكر، وبعد كده تستخدم اي لغه انت عايزها على حسب المجال بتاعك. تمام لحد هنا؟ ما قلناش حاجه عن كده بس. فالبرمجة عبارة عن إيه بكل بساطة؟ هي إعطاء مجموعة من الأوامر، مجموعة من التعليمات والأوامر لحاجة معينة عشان تطبق لي حاجة معينة. ده بكل بساطة. الكمبيوتر هو غبي، يعني هو ذكي بس غبي في نفس الوقت. بمعنى صح إيه؟ لازم الكمبيوتر تقول له ونسميه أحمد مثلا، يا أحمد أنت لازم تعمل 1 2 3 4. مش هيفهمك لو قلت له أنا عايز البتاع اللي هو هناك ده. أيوه البتاع اللي هناك ده إيه؟ هو ما بيفهمش الحاجات دي، هو بيفهم قُل له أنا عايز البتاعة اللي هناك دي اللي اسمها ترابيزة، هيجيب لك الترابيزة. أنا عايز البتاعة اللي هناك دي الشباك، اقفل لي الشباك. أنت تقول له كده، ما تقولوش اقفل لي البتاع ده، هو كده مش فاهم يعني إيه كلمة البتاع ده. قُلت لهم امبارح برضه في حوار الgym إن أنا لو جبت، لو أنا باقول لواحد بشري زيي أو باقول لأي حد موجود معانا في الmeeting هنا أو بيسمع الفيديو، لو قُلت له مثلًا ارفع البتاعة دي أنا شِلت 10 كيلو، هيقول لي إيه البتاعة دي؟ أنا مش فاهم كلمة البتاعة دي. الكمبيوتر بقى مش هيفهمها. البني ادم الطبيعي زيه زيك عارف ان دي يعني دمبل اللي هو 10 كيلو، 7 كيلو، 8 كيلو، الكلام ده كله. فاهمني؟ فالكمبيوتر ما بيفهمش القصه دي. الكمبيوتر لا، لازم تقول له حاجات معينه. والله انا عايزك تروح تروح على اخر البتاع، تقفل الشباك ده كده، وتجيب الضغطه الثانيه تقفلها عليه، وبعد كده بالاخرى تقفل الشباك. لازم تقول له خطوات واضحه وسهله وبسيطه كده يبدا ينفذها لك. قلت له مثلا اجمع لي 20 زائد 80 زائد 7000 زائد 10000 زائد 20000، هيعمل لك الكلام ده، مش هيقول لك لا. ليه؟ عشان هو ذكي، هو بيعرف يحسب العمليات الحسابيه، بيعرف يحسب كل حاجه. انما الكمبيوتر ذات نفسه مش ذكي كفايه ان انت تقعد تلمح له وهو يعمل لك اللي انت عايزه. لا، انت تقول له الحاجه 1 2 3 4، وهو يعمل لك 1 2 3 4 وبس. مش هيجود من دماغه، مش زينا. هو لازم تعليمات واضحه وحاجات بسيطه وسهله ان شاء الله. فبالنسبه لك انت ده تمام كده؟ تمام زي الفل. هنخش على اللي بعده. التعريف الأكاديمي بقى اللي المفروض إنك هتكتبه في الامتحان هو عبارة عن إيه؟ هو إعطاء مجموعة من الأوامر والتعليمات إلى الكمبيوتر، صح؟ باستخدام لغة برمجة معينة أو باستخدام إحدى لغات البرمجة عشان الحاسوب يفهمنا من جمع البيانات والتيت والشريط وكذا وكذا. أنا مش عايزك تحفظ الكلام ده، عايزك تفهم إن البرمجة عبارة عن إيه؟ عبارة عن شوية أوامر، شوية حاجات بنكتبهم ككود عشان ننفذ حاجة معينة. نكتبهم إزاي؟ بأي لغة من لغة البرمجة.
بس فانت لو جمعت الكلام ده كله في دماغك بدات تصيغه بطريقه كويسه هتلاقي نفس التعريف ده. بيقول لك ان هنا تعليمات مسلسله شويه اوامر ورا بعض ما ينفعش تغير الترتيب بتاعهم. لغه برمجه معتمده، اي لغه برمجه بقى زي ما احنا قلنا عندك هدف واضح ومحدد. الخلاصه مش عايزك تحفظ من النهارده، كل اللي عليك انك تفهم الكلام على ايه، رايح منين جاي منين، وانت تعرف تعبر. في الاخر خالص اقول لك تعالى يا باشا اديك ملزمه كده احفظ لي الحاجات دي، اعمل لي كذا سوي لي كذا اعمل لي كذا سوي لي كذا وبس. تعمل لحد هنا تمام زي الفل يا عمنا. حاجه مش واضحه؟ لا زي الفل، زي الفل. احسن من امبارح بكتير اكيد. احسن الحمد لله تمام. بالنسبه للكمبيوتر بيفهمنا ازاي؟ انا كعمر عاوز اروح ايطاليا، رحت ايطاليا عايز اكل ايطالي هعمل ايه؟ ادخل على شات جي بي تي لو سمحت انا عايز اشهر الاكل الايطالي. يقول لي بيتزا اكتر حاجه مشهوره، وليكن يعني مش بالظبط، هيقول لي بيتزا بيتزا ايطاليه، فاقول له تمام. هخش على الواحد كده اجيب جوجل ترانزليت. زمان كان في دلوقتي في شات جي بي تي، زمان كان في جوجل ترانزليت. فترجمه جوجل انك تقول له كيفيه كتابه، او مثلا انا عايز واحد بيتزا لارج، فهيترجمها لك للغه الايطاليه. فانت هتدي الراجل الكتابه دي اللي هي بالترجمه وهو هيفهمها. انما انت تعرف تتواصل معاه؟ لا، انت لازم تتكلم بلغته، لازم تتكلم ايطالي عشان تعرف تفهمه. انا بكلمك عربي وانت بتتكلم انجليزي، فانت مش هتفهمني لان اللغات مختلفه بتاعتي وبتاعتك، صح؟ ايوه صح بالظبط. فاحنا عايزين مترجم. احنا لما جينا في الحياه العمليه او في الحياه اللي هي الحياه اليوميه ديت، جبنا حاجه اسمها جوجل ترانزليت او ترجمه جوجل، ان هي تترجم لي اللغه العربيه للغه الايطاليه عشان الراجل الايطالي بتاع المطعم يفهمني، صح؟ ايوه تمام جميل. فاحنا نفس الحوار بنتعامل مع الكمبيوتر نفس النظام كده. اذا كني واحد بشري ومش فاهمني، ما بالك بقى بالكمبيوتر هيفهمني؟ الكمبيوتر لازم له مترجم. فعشان نترجم كلامنا احنا للكمبيوتر لازم نفهم اصلا الكمبيوتر ده بيتكلم ايه. اما رحت شفت الراجل اللي انا عايز قلت له ايه؟ ترجم لي من عربي لايطالي، صح؟ المايك يمسك بعد اذنك. زي الفل. ترجم لي من عربي لايطالي، فانا لازم اعرف اصلا الراجل ده بيتكلم ايه. فاحنا هنا نفس النظام، هنروح للكمبيوتر هنقول له انت بتتكلم ايه؟ هيقول لي انا بتكلم بالزيرو والوان. يعني ايه زيرو وان؟ اشمعنى زيرو وان بس؟ زي ما قلنا في اول السيشن ان الزيرو والوان في الكمبيوتر مجرد لمبات، شويه لمبات كتيره كده باللغه الفلاحه خالص. شويه لمبات كتير لو عملنا كده فهو هيكيد، عملنا كده فهو هيطفي، فده زيرو ودي 1. فالكمبيوتر عندنا بيفهم يا اما زيرو يا اما 1. طب يا عمر اديني مثال. هقول لك هديك مثال. دلوقتي يا عمنا احنا عندنا حاجه مثلا عمر بالانجلش عباره عن ايه؟ 4 حروف. حرف الاو، شايفين كده؟ حرف الاو وحرف الام وحرف الاي وحرف الار. مظبوط كده؟ شايفين اللي بالسبوره؟ اعتقد اتاكد بس. تمام يا يوسف. فحرف الاو والام والام والار دي لغه البشر، دي اللغه الانجليزيه مش لغه الكمبيوتر. الكمبيوتر بيعمل ايه بقى؟ بيقول لك والله يا عمر انا عندي حرف الار ده عباره عن 8 ارقام، وليكن مثلا 0 0 1 1 0 0 1 1. يعني انا عشان احفظ كلمه ار لازم اروح للكمبيوتر واقول له بعد اذنك انا عايز تكتب لي 0 0 1 1 0 0 1 1. ايه العبط ده؟ طب دلوقتي ده حرف واحد بس. الحرف الاي مثلا نفس النظام 8 ارقام، وحرف الام نفس النظام 8 ارقام، وحرف الاو نفس النظام 8 ارقام. فانا عشان اكتب عمر، اكتب عمر بس هحتاج ان انا احفظ 8 في 4 ب 32 رقم. يعني هقول له عشان اكتب عمر هقول للكمبيوتر اكتب ورايا 0 0 1 1 ايه العبث ده؟ ايه العبط ده؟ ده عبط وعبث وكل حاجه. فانا كده مش هحفظ اللغه المتنتنه دي اللي هي لغه الكمبيوتر. فاحنا احتاجنا هنا ايه عشان نتكلم ايطالي؟ احتاجنا مترجم، ترجمه جوجل. فنفس القصه هنا، انا كعمر هقول للكمبيوتر خد الكلمه بالانجليزي كلمه او ام اي ار، فهيفهمها ازاي او هيعرفها ازاي؟
هتلاقيه ترجمها لي واداها للكمبيوتر. ففي حاجه في النص هنا اسمها مترجم. المترجم ده في البرمجه عندنا هو حاجتين اتنين، يا اما كومبايلر يا اما انتربريتر. طب يا عمر يعني ايه كومبايلر ويعني ايه انتربريتر؟ انت عمال تدينا مصطلحات وتعقد لنا الدنيا ليه؟ هقول لك يا حبيب قلبي دلوقتي ان الكومبايلر والانتربريتر مترجمات، زي مثلا ديكشنري وجوجل ترانسليت، دي بتترجم حاجه ودي بتترجم حاجه تانيه. عندنا يوجلش مثلا، ده ويب سايت برضه تبع الترجمه برضه. فتمام، كذا حاجه. فهنا في كومبايلر وفي انتربريتر. طب ليه مش حاجه واحده؟ ليه مش ترجمه جوجل وخلاص؟ عشان دي خاصه بحاجات معينه ودي بتنفذ حاجه معينه. فانا ان شاء الله على مدار الكورس ان شاء الله او على مدار السيشنز كلها نعرف يعني ايه كومبايلر ويعني ايه انتربريتر ويعني ايه كذا ويعني ايه كذا. انت بس المفهوم المطلوب منك دلوقتي انك تحفظ يعني ايه مترجم كومبايلر، سيبك من الانتربريتر دلوقتي. يا اما اجي اسالك اقول لك يا ميا بعد اذنك يعني ايه كومبايلر؟ هتقول لي ده مترجم يا عمر. يا عمر، طب المترجم ده عباره عن ايه؟ ان هو بيفهم بيترجم لغتنا احنا للغه الكمبيوتر. بيترجم اللغه العربيه، الانجليزيه، الفرنسيه، الايطاليه، الاسبانيه الى 0 1، لان الكمبيوتر ما بيفهمش غير 0 1. تمام لحد هنا؟ تمام لحد هنا. فانا عايزك برضه كلمه كومبايلر انت كعقل كده او كتفكير تفهم يعني ايه كومبايلر. كومبايلر يعني مترجم بس، ده المطلوب منك دلوقتي. هتقول لي طب يا عمر الكلمه دي صعبه عليا. هقول لك هقولها لك مره واثنين و10 و20 على مدار اليوم، وانت على اخر السيشن ان شاء الله هتلاقيك عرفت ان الكومبايلر يعني مترجم لوحدها. ليه بقى كده؟ لان الهدف بتاعنا ان انا اقعد اعيد لك وازيد لك في المصطلحات. اقول لك الكومبايلر يعني مترجم، هتلاقيني بقول لك كومبايلر 50 60 مره في الحصه، 50 60 مره على مدار السنه. فلوحدك من كتر التكرار انت هتعرف المصطلحات كلها. وده ما بيقفش على الكومبايلر بس او المترجم بس، لا، على كل المصطلحات بعد كده ان شاء الله. تمام لحد هنا؟ تمام لحد هنا. قلنا الكمبيوتر بيفهم لغه واحده بس اسمها لغه الكمبيوتر اللي هي الماشين لانجوج، اللي هي الزيرو والوان. خلصنا من دي. عشان الكمبيوتر يفهمنا لازم يكون في حاجه اسمها مترجم اللي هي الكومبايلر. خلصنا من دي. اللي في النص ده بيقول لك ايه؟ قلنا زيرو وان. تمام، ان لغه الاتصال والوحيد هي لغات لو ليفل لانجوج، حاجه لو قوي يعني حاجه قليله قوي، حاجه من زمان، من زمان. فحاليا في لو ليفل لانجوج وبعد كده في ليفل لانجوج وبعد كده هاي ليفل لانجوج. فلغه برمجه زي البايثون مثلا او الحاجات او جافا او اللغات اللي احنا بنعرف نكتبها، فدي هاي ليفل لانجوج، حاجه لغه برمجه عاليه. عشان لازم بقى ايه، كان الاول في دي بس وبعد كده دي وبعد كده دلوقتي في هاي ليفل لانجوج اللي هو البايثون وجافا سكريبت والجافا والسي بلس بلس والحاجات دي كلها. تمام لحد هنا؟ ننقل على اللي بعده. زي الفل. خش على اللي بعده. دلوقتي انا كعمر عايز اعمل كوبايه شاي، هعمل ايه؟ ممكن حد يقول لي، مش انا اللي اقول، قول لي يا يوسف طيب. خلي حد تاني. لا قول انت يا يوسف، انا عايزك انت اللي تقول، انا عايزك انت اللي تشارك. قول لي عايز اعمل كوبايه شاي، ايه اللي بيحصل؟ خلي حد تاني. يا يوسف قول، انا عايزك انت اللي تقول بعد اذنك. يا جدعان هنا انا عايزكم تتكلموا، عايزكم تعبروا عن اللي جواكم، عايزكم تهبدوا بمعنى صح. اهبد ومالكش دعوه باي حاجه. بس مش هقول لك دي غلط ودي صح. يعني هل ما بتعرفش تعمل كوبايه شاي؟ لا. طب قول لي بتتعمل ازاي يا يوسف كوبايه الشاي؟ نجيب الكتل. حلو. جميل. حلو. نجيب كوبايه زي العسل. جميل. حلو. ونقلب ونشرب. ليه بقى اقول لحد تاني؟ ما انت قلت اهو، ايه بقى ايه الصعب في كده؟ انا عايزك معايا في السيشن التفاعليه، عشان كده اسمها تفاعليه، مش مجرد فيديو مرمي على الفيسبوك او مرمي على المنصه، مرمي على اليوتيوب وتسمعه وخلاص. عايزك تنتراكت معايا كده. فحاليا يا عم الناس، فحاليا يا عم الناس، ان انا اعمل كوبايه شاي لازم اجيب، هو قال كاتل، قال هجيب كاتل واحط ميه واملاه ميه وبعد كده هعمل كذا واحط كوبايه شاي والقم سكر وشاي والدنيا دي كلها. انا كعمر عايز اعمل كوبايه شاي. انا راجل فقير يا عم يوسف ومش معايا كابتن، فاعملها بايه؟ اعملها بالغاز هنا، هعملها بالراقيه لو انا بشوي ذره ولا حاجه وهعمل شاي على الراقيه. فعندي 3 طرق اهو. ان انا اول حاجه ان انا اولع اغلي الميه ازاي، ان انا اعملها بالكاتل، ان انا اعملها بالغاز اللي هو البوتاجاز العادي، ان انا اعملها على الراقيه.
فدي 3 طرق عشان أغلي شوية مَيّة بس، اللي هو آخد أول خطوة بس. فال3 طرق دُولة هو كل طريقة وليها تكلفتها. بمعنى أصح إيه؟ بمعنى أصح إن أنا كعُمر راجل فقير، ما عنديش كَتَل، فإمكانياتي مش جايبة إن أنا أجيب كَتَل، فهاعمل إيه؟ هاروح أستخدم الغاز، هاروح أستخدم الراكية عشان أعمل كوباية شاي. فحوار الكَتَل هتوفّر معايا في الوقت، في الجهد، في كل حاجة، في الفلوس عادي هتبقى عالية. كل حاجة وليها أهميتها وليها مميزاتها وعيوبها. الكاتل هيعمل لك في 3 دقايق هتعمل كوباية شاي، الراكية هتقعد مثلًا ربع ساعة والّا حاجة على ما المَيّة تغلى، فهكذا. فدي اسمها ألجوريزمات. يا عمر أنت عمّال تدخّلني من كومبايلر لألجوريزم لكذا. الألجوريزم بكل بساطة هي عبارة عن طريقة حل، إن أنا باحل حاجة باستخدام طرق حل مختلفة. فحاليًا زي ما إحنا قُلنا كوباية الشاي عندنا علشان تتعمل لازم هتجيب المَيّة وتغليها. فهناخد أول خطوة غلي المَيّة. إن أنا أغلي المَيّة ده عبارة عن process، عبارة عن مشكلة قدّامي. خدت أول خطوة دي وجِبت مشكلة بالنسبة لي. فالمشكلة بالنسبة لي أنا عايز أغلي مَيّة. هاغليها إزاي؟ يا إما بالكاتل، يا إما بالبوتاجاز، يا إما على النار عادي اللي هو الحطب أو الفحم أو. فدول 3 طرق مختلفة. أنهي أسهل بالنسبة لي؟ أنا لو قاعد في الغيط، لو قاعد في باشو ذرة، فمش متاح بالنسبة لي دلوقتي ولا الكاتل عشان ما فيش كهربا في قلب الأرض مثلًا، ولا متاح قدّامي إن أنا أعمل بالغاز عشان ما فيش بوتاجاز معايا. فأنا هاستخدم الحاجة التالتة. والله أنا قاعد في البيت وزي الفل، جبت الكاتل ومستعجل عايز أشرب كوباية شاي عشان أمشي بسرعة أروح المحاضرة بتاعتي. فأنا عملت الكاتل في ثانية، دقيقتين 3 كان المَيّة غليت وشربت الشاي كمان. فاهمني؟ فكل حاجة على حسب الcase بتاعتها أو حسب الهدف بتاعها أنت بتستخدم الحاجة التانية. والله أنا راجل قاعد في البيت عادي ومش فارق معايا الكاتل، عايز أوفّر شوية في الكهربا، باستخدم الغاز الطبيعي العادي واستنى جنبه مثلًا سكة 3 دقايق والّا 4 دقايق على ما المَيّة تغلي. فهل إن أنا في الحالة اللي في النُص دي، هل استنيت نُص ساعة عشان أعمل كوباية شاي؟ لأ. هل قعدت دقيقة واستخدمت كهربا وفلوس؟ لأ. عملت إيه؟ استنيت في النُص والحاجة دي مناسبة بالنسبة لي. فالمناسب بالنسبة لك غير المناسب بالنسبة لي، غير مناسب بالنسبة لحد تاني. فكل واحد وعلى حسب الalgorithm بتاعته. طب يعني إيه algorithm كده؟ عشان عِدتها لك كذا مرّة فأنت عرفت إن الalgorithm يعني طريقة حل، طريقة حل معيّنة. ناخد حاجة تانية غير الشاي بس أمّا نخلّص الشاي. دلوقتي الشاي غلينا المَيّة، وبعد كده حطينا كوباية جبنا كوباية شاي، سُكّر، وحطينا المَيّة المغلية وقلّبنا وشربنا. كده تمام، كوباية الشاي اتعملت، كل حاجة زي الفل. حلو. دلوقتي بقى يا عم يوسف أو يا عم مينا أو يا عم محمد، كوباية الشاي دي أنا لو جبت المَيّة الأول وحطيتها وشربتها وبعد كده حطيت الشاي والسُكّر، هل ده يعتبر شاي؟ ده اسمه عك، مش هتعمل شاي في الآخر. فأنت هنا بوّظت الدنيا. ليه؟ عشان حطيت حاجة مكان حاجة تانية، خطوة مكان خطوة. صح كده؟ صح والّا إيه فاهماني؟ هنيجي هنا يا عمنا قُلنا لازم يعني بمعنى أصح فعشان أعمل كوباية شاي لازم خطوات معيّنة، زي ما أنت قُلت إن أنا أعمل كذا، ثم كذا، ثم كذا، ثم كذا، ثم كذا. فدي حاجة لذيذة، حاجة تمام، حاجة زي الفل. يا باشمهندس الدنيا باظت بالنسبة لي واتلخبطت، أعمل إيه؟ هاقول لك أنت عندك حاجتين من حاجتين، يا إما ترمي كوباية الشاي اللي بتعملها تعمل حاجة جديدة من أول وجديد، يا إما تهندل الدنيا دي. الحاجات دي لسه قدّام إن شاء الله هنشرحها بالتفصيل، أنا بس بافتح لك شوية كلام وخلاص. فُل يا باشا، فُل يا باشا. كده عرفنا إن البرمجة لازم تعليمات متسلسلة، تعليمات واضحة، لازم خطوة، في خطوة، في خطوة، في خطوة، في خطوة. ما ينفعش إن أنا أجيب الخطوة الأخيرة وأحطها بالخطوة الأولانية. ما ينفعش إن أنا أصحى من النوم عايز أروح شبين أو عايز أروح القاهرة، هاقوم من النوم أستحمى وأمشي من غير ما ألبس. لأ، أنا لازم ألبس الأول علشان أعرف أطلع من برّه البيت. فخطوات واضحة متسلسلة أو مترتبة، ما ينفعش نبدّل خطوة مكان خطوة. تمام لحد هنا؟
كامل لحد هنا. فلو بوظنا الدنيا او ادينا خطوه من الخطوه فهنبوظ الشيء بمعنى صح، او هنبوظ الحاجه اللي احنا بنعملها. فلازم نكون عارفين او واعيين بطريقه التفكير بتاعتنا، ان نعمل 1 2 3 4 5. فانا هعمل 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4 ثم 5. مش هجيب له 1 بعد 2 بعد 5 بعد 4 بعد 3. مفيش العك كده. ماشي. هنخش على الديكشنري او التطبيق بتاعنا او الطقس عموما. درجه الحراره بتظهر لنا ازاي؟ بيظهر لي رقم كده وخلاص. طب الرقم ده جاي عباره عن ايه؟ هقول لك. سيبك من السيرفر والحاجات دي دلوقتي. في حياتنا العمليه عشان اختم ورقه من الوزاره مثلا، بيحصل ايه؟ بروح للمدرسه بتاعتي واقول له انا عايز اختم ورقه او الشهاده بتاعتي. الورقه دي بتروح للمديريه. المديريه بتاعتك او مديريه اللي هي وزاره التربيه والتعليم عندك انت، بتروح لمدير الوزاره، بعد كده تروح لكذا، بعد كده تروح للقاهره للمقر الاساسي، تتختم من عنده، بعد كده تنزل خطوه للموظف اللي تحت، وخطوه للموظف اللي تحت، وخطوه للموظف اللي تحت، تفضل تنزل 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 لحد ما تجيلك. تمام؟ تمام. ده يبقى ايه علاقته بحوار الطقس يا عمر؟ هقول لك ان انت عشان تشوف في درجه الحراره في الموبايل بتاعك ايه اللي بيحصل. اول حاجه بتبعت طلب ان انا عايز اشوف الحته دي، وكل ده بيحصل في اقل من ثواني عشان يظهر لك رقم 28 او 32 اللي هي درجه الحراره. عارف ان درجه الحراره عندكم اعلى من كده بكتير، بس احنا بنتكلم عن اللي هنا. ف تمام. عشان يظهر لي الرقم ده ايه اللي بيحصل؟ الموبايل بتاعك بيبعت طلب للسيرفر الاساسي بتاع منطقتك، بتاع مصر مثلا. والسيرفر الاساسي بتاع مصر بيبعت طلب للسيرفر الاساسي بتاع افريقيا كلها. وبتاع افريقيا بيبعت طلب للاساسي للعالم كله الاساسي كامل. بعد كده الطلب ده بيترد 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 بيترد. فليه 28 بتظهر لك انت وانت مثلا في سوهاج، بتظهر لنا 25؟ احنا كلنا في مصر. لا، في كتالوج كده اسمها داتابيس او قاعده بيانات موجوده. والله المنطقه اللي في سوهاج اسمها درجه الحراره عندهم 55. المنطقه في اسكندريه درجه الحراره عندهم 43. المنطقه في كذا درجه الحراره عندهم كذا. فهو كده زي الكتالوج، زي المنيو بتاع الاكل. والله الاكله الفلانيه وليكن بيتزا شرقي ب 10، لا مش ب 10 قوي، ب 1000 جنيه. الكشري ب 50 جنيه. الكذا بكذا كذا بكذا. فكل حاجه وليها حاجات. فدي حاجه عندنا اسمها في تيبل، في جداول، في داتابيز. ليه بقول لك كلمه داتابيز برضه؟ عشان تاخدها في دماغك دلوقتي وتسيبها. تاخد من المصطلح وترميه، بس انت سمعته عنه مره. ما بقول لك بعد كده داتابيز داتابيز داتابيز، ده طريقه الشرح بتاعتنا ان شاء الله طول السنه. اقول لك داتابيز فداتابيز داتابيز، انت عارف يعني ايه داتابيز؟ اللي هو شويه جداول محفوظ فيهم شويه اي حاجه بقى. درجه حراره، الاسم بتاعي، رقم تليفوني، اليوزر نيم بتاع الفيسبوك، الباسورد بتاع الفيسبوك. تمام. تمام. فدلوقتي عشان نشوف درجه الحراره بيحصل ايه يا عمر؟ بيحصل ان احنا نبص على الموبايل بنلاقي درجه الحراره. نيجي نخش على الفيسبوك نكتب اليوزر والباسورد. طب اشمعنى كتبت باسورد تاني يقول ان الباسورد غلط او كلمه السر بتاعتك غلط؟ ليه بقى؟ علشان كلمه السر لازم تكون متوافقه مع اللي انت عاملها، مش اللي انت عاملها. اللي متخزنك في السيرفر الاساسي بتاع فيسبوك بره عنك انت يعتبر مالكش لازمه. انت بتحط اي حد عموما، اي يوزر عموما بيكتب كلمه سر وتتسجل في الداتابيس بتاعته. والله لو حد من الداتابيس هناك جه غيرها مع ان انت عاملها صح، هل هيفتح عندك؟ لا. ليه؟ لان السيرفر الاساسي محفوظ فيه كل حاجه بره عنك انت بقى. تمام. تمام. فاحنا بالنسبه لنا بيظهر يقول لك تسجيل الدخول وخلاص، ما بيقولناش اي حاجه ثانيه. شوف بس دلوقتي الدنيا. تمام. لسه قدامنا 10 دقايق. حلو. خش بعد كده الاي تي ام. الاي تي ام عباره عن كونديشن. الكونديشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن شويه لوات. يعني ايه لوات؟ يعني لو انا دلوقتي معايا 5 جنيه وعايز اكل، هعمل ايه؟ اروح السوبر ماركت اشتري كيس اندومي. فال 5 جنيه رحت السوبر ماركت الاولاني ده لقيت عنده اندومي. لو لقيت عنده الاندومي اشتري منه الاندومي وارجع البيت اعمله واكله. ما لقيتش عنده الاندومي هروح السوبر ماركت التاني. لقيت عنده اندومي هجيبه منه واكله. ما لقيتش اروح على السوبر ماركت التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع. فدي حاجه اسمها لو. لو في الانجليش اسمها ايه؟ كونديشن.
زي ما انت خدت كده في سنه اولى، لو انت خدت في سنه اولى الاف كونديشن اسمها اف كونديشن. لو حاجه حصلت بيعمل لك 1 2 3 4، لو الحاجه ما حصلتش بيعمل لك حاجات تانية. ولكن مثلا انا راجل بتاع بنك، حبيت ان انا اوفر فلوس، فقلت ايه، هجيب موظفين كتير. لا دي هتكلفني كتير، مش هعمل الحاجه دي. هعمل مكنه اي تي ام، مكنه صرف فلوس بالفيزا كده، بالكارت بتاع الفيزا، بتدخل وتكتب الباسورد. والله بيقول لك اكتب الباسورد دلوقتي من 4 حروف، من 4 ارقام، كتبت 1 1 1 1، لقيته بيقول لك غلط، الباسورد بتاعك يا عمر غلط، اكتبه تاني. فهنا هو عمل ايه اصلا؟ اللي هو الشخص البروجرامينج قال لك لو كلمه السر صح دخله وخليه يعمل اي حاجه هو عايزها، خليه يجيب حسابات، يستعلم عن الرصيد، يسحب فلوس، يعمل ايداع، يعمل اي حاجه جوه السيستم بقى، مالناش دعوه بالسيستم جوه. الكلمه دي لو ايه؟ لو الرقم بتاعه صح. لو الرقم بتاعه غلط قول له يا باشا الرقم غلط واكتب لي الرقم صح. فمش اي حد بيكتب اي 4 ارقام باي فيزا عشان يخش ويقدر يستخدم الدنيا دي. فنرجع لنقطه الداتابيز. فانت عندك متسجل في البنك بتاعك ان كلمه السر بتاعك 4 اتنينات مش 4 وحيد. فانت كتبت اي حاجه غير الاربع اتنينات يقول لك كلمه السر غلط، زي الفيسبوك، زي الانستجرام، زي كذا زي كذا زي كذا. كل الحاجات دي عباره عن داتابيز متخزنه. نرجع لنقطه الاي تي ام تاني. عايز افهم يعني ايه كونديشن. كونديشن يعني شرط. والله لو الرقم بتاعك صح تمام دخله. طب دخلته دلوقتي جوه، انا عايز يا عمر ان انا اسحب 10000 جنيه، هينفع؟ ايه اللي بيحدد ده؟ الرصيد بتاعك. فرصيدك في البنك لو اكتر من 10000 جنيه هتشد الفلوس. لو رصيدك في البنك اقل من 10000 جنيه وانت عايز تسحب 10000 جنيه هيقول لك العمليه مرفوضه. ليه مرفوضه يا هندسه؟ ليه ما سحبش فلوس وخلاص؟ عشان هو استخدم حاجه هنا اسمها الشرط. لو الفلوس اقل من 10 جنيه، اقل من 10000، ما تطلعلوش الفلوس. لو الفلوس اكتر من 10000 فطلع له الفلوس. فدي حاجه عندنا في البرمجه اسمها كونديشن. الكونديشن عباره عن ايه؟ عباره عن شرط، ان انت بتشرط على الواحد انه يعمل حاجه. انت جيت النهارده حضرتك السيشن بتاعتي، والله انت لو دفعت الفلوس هدخلك السيشن، ما دفعتش الفلوس مش هدخلك السيشن. فهنا كيف كونديشن. المثال ده غير كده غير حقيقي بالمره، معانا ناس عادي ما دفعتش، بس وليكن يعني. فانت هتديني 100 جنيه هدخلك السيشن معانا وتحضر معانا الدرس. ما ادتنيش ال 100 جنيه، الشرط ما اتحققش، مش هدخلك معايا السيشن. فهي هنا بناخد النهارده اف كونديشن يعني شرطين، اي شرط لازم يتحقق. فهنا قال لك ايه؟ ان لما تيجي تسحب فلوس من الاي تي ام كل التطبيق بتاعك بيتطلب حاجتين اتنين. اول حاجه انك تكتب رقم السر بتاعك. لو رقم السر صح يدخلك تعمل كل اللي انت عايزه. لو رقم السر غلط فهيقول لك بعد اذنك حط رقم السر الصح، يقول لك الرقم السر غلط، يقول لك اي رساله بقى انت عايزها. خلصنا الحوار ده. لو رصيد الحساب بتاعك كافي او رصيدك في البنك كويس او ينفع تسحب منه الفلوس فهيسحب. رصيدك مش هيعمل لك، مش مكفي الرقم اللي انت كاتبه، مش هيطلع لك. وده كده بكل بساطه السيشن الاولانيه. دي سيشن تعويضيه عن السيشن بتاع امبارح عشان الصوت بتاع امبارح كان بايظ. فاتمنى تسمعوا الفيديو. لو انت ما حضرتش معانا دلوقتي حضرت معانا فاهلا وسهلا بيك. وبس كده، في اي حاجه مش واضحه وان شاء الله اشوفكم السيشن الجايه. وكده كده الحلقه اللي انت على اليوتيوب هتلاقي ان في بلاي ليست لكل جروب، جروب واحد، جروب اثنين، جروب ثلاثه. فانت اسمع المحاضرات دي، ولو عايز تشارك معانا فابعت لي على الواتساب وانا ان شاء الله هتوصل لحل ان انا ادخلك الجروب معانا وابعت لك لينكات الميتنج اول باول ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.